أهلا يا أصحاب، أتمنى أن تكونوا على خير. كما رأينا في الفيديو السابق تطرقنا لأول حرف من حروف الجر. اليوم سنتطرق إلى الحرف الثاني الذي هو دي. وكما رأينا في الفيديو قبل السابق بأن دي نستخدمها عندما نسأل مثلا عن البروفينانشا، عن الأصل، ولكن عندما يكون مرافق الفيربو اسري. عندما نقول مثلا دي دوفي سي، لاحظوا هنا سي فيربو اسري، ولا دي دوفي سيتي مثلا. عندما تريد تجيب كذلك سيامو دوفي سيتي، سيامو ديل ماروكو، ولا مثلا دي دوفي سي sono di Rabat, sono di Ozzam، ليلى أي دي مراكش. المهم الأصل ديالها أين ازدادت. الحالة الوحيدة اللي يستخدم فيها مع المكان كما قلت لكم. الحالة الثانية التي يستخدم حرف الجر دي عندما نستخدم مثلا البوسيسو، يعني الملكية أو التملك، أن ذلك الشيء يخص شخصا أو يخص شيئا ما. أمثلة لتفهموا أكثر، مثلا questo cellulare di mio fratello، questo cellulare di mio fratello، quella macchina di mio padre. بشكل قريب جدا مثلا كذلك مع العمر. عندما نقول مثلا una ragazza di 10 ولا مثلا di 20 anni، una ragazza di 20 anni يعني انها تملك او تمتلك، يعني يخصها ذلك العمر. una ragazza di 20 مع العمر مثلا نستخدمه. وكذلك مع التوقيت، يعني هي قريبة كأنها يخص التوقيت. مثلا ci vediamo alle 8 di sera، لاحظوا هنا دي سيرا يعني الثامنة تخص يعني ديال المساء. دي سيرا مع التوقيت ديال ماتينا ديال بوميريجو، يعني التي يخص التوقيت. دائما تسبق دي في الأول. non voglio uscire di mattina، non voglio uscire di mattina، لا أريد أن أخرج مثلا، أو لا أحب خروج الصباح، أو مثلا أخرج في الصباح، يعني أنه شيء تقوم به في ذلك. المهم أنه مرتبط بالوقت. أو مثلا non mi piace guidare مثلا di sera، non mi piace guidare da sera يعني لا أحب قيادة الليل، أو لا أحب القيادة في الليل. المهم مع الأوقات، البوميريجو، الستاسيرا، لا سيرا، لا ماتينا، نوتي، المهم مع هذه الأوقات. الحالة الثالثة لاستخدامها عندما مثلا نقول شيء مصنوع من شيء ما، يعني الماتيريال ديالو من ماذا مصنوع. أعطيكم مثال لتفهم. مثلا questa maglia ولا una maglia di lana di cotone، يعني من ماذا صنعت، الماتيريا أو المادة مما صنعت. مثلا il tavolo è di legno، يعني أنه من الخشب. في غالب الأحيان الأشخاص يخلطون بينها وبين دا. سوف أعطيكم يعني مثالين لتفهموا الفرق. مثلا كما قلت لكم il tavolo è di legno، ولكن عندما مثلا أريد أن أقول هذه الطاولة للأكل ما غاديش نقول دي، نقول دامانجاري. يعني دامانجاري هنا يعني الوظيفة، شنو هي الهدف من ديك الطابلة، أنها ديال الأكل، طابلة ديال الأكل يعني وظيفة ديالها. ولكن فاش نقول دي لينيو يعني منهاش مصنوعة. نعطيكم مثال آخر باش تفهموا أكثر. مثلا بيكياري دي فيترو، لاحظوا هنا صنع من الزجاج، يعني ديال الزجاج. ولكن إلا بغينا نقولوا مثلا ديال واش الوظيفه ديالو، مثلا بيكيري داكوا مثلا يعني ديال شرب الماء، ولا نقولوا دابيري يعني الوظيفه ديالو، ولكن منهاش مصنوع مثلا من الزجاج. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، يعني فاش نستخدموا نستخدموه مع وظيفه ديال داك الشيء، فونكسيون ديالو. ولا بغينا نستخدموها منهاش مصنوع تنديروا دي. الحاله الرابعه هي الارغومنتو، زعما تحديد شيء وفيما يتعلق ذلك الشيء. مثال لتفهموا أكثر، un libro di storie يعني متعلق هذاك الليبرو، هذاك الكتاب هذاك الكتاب متعلق بالقصص، أنه يخص القصص. مثلا si parlano di calcio، si parlano عن ماذا يتحدثون، فيما يتعلق حديثهم. si parlano يتحدثون فيما بعضهم. si parlano كما قلت لكم هنا أفعال منعكسة. كذلك هناك فيديو، حاولوا أن تشاهدوا. si parlano عن ماذا؟ دي كالتشو، يعني فيما يخص ذلك الأمر، عن ماذا يتحدثون. الحالة الخامسة عندما مثلا طريقة القيام بشيء ما،
مثال لتفهموا مثلا vado a lavorare di corsa ودي كورسو دي كورسا يعني بشكل سريع يعني اجري مثلا، فهمتوني؟ ولا مثلا stanno parlando di velocità يعني انهم يتحدثون الطريقه اللي يتحدثوا بها بانها بسرعه. وهناك حالات اخرى مثلا عندما مثلا مقارنه بين شيئين مثلا quel ragazzo è più alto di l'altro، ولا مثلا mio fratello è più grande di me، يعني مقارنة بيني وبين أخي، مقارنة بين شيئين. في الأخير لا تحرمنا من إعجابك والتعليق ولو حتى انتقاد لكي يتطور المحتوى، وحاول أن تشاهد الفيديو لأنه مهم، وأتمنى أن نراك على خير.